السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي حلوين؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله من مطبخ منا هنخزن مع بعض المانجا. احنا هنخزن نوع واحد معانا بس، هنتكلم على كل الانواع، هنعرفها ازاي تختار النوع الكويس سواء للاكل او العصير، وبرضو كذا طريقة للتخزين، انت بقى تختار اللي يناسبك. اول حاجة هنا معانا المانجا اللي معايا دي، تعتبر ما احسن مانجا مش احسن مانجا، يعني في انواع تانية برضو تنفع للتخزين العصير. هي الزبدية عندنا، انا فرستهم نقيت اللي هي ناشفة شوية، هي طيبة بس يعني ايه جامدة شوية، وديت الطرية معايا هي، وديت الصغيرة شوية، وهنعرف هنعمل بكل حاجة منهم ايه مع بعض كده. اول حاجة الاول هنتكلم على انواع المانجا عامة، وبعد كده نعرف ايه اللي يتاكل وايه اللي يتعمل عصير، ومعاه هنا نوع برضو الاكل برضو هنعرف اسمه ايه دلوقتي. انواع المانجا عامة، المانجا المصري او البلدي او المصري، هي الزبدية اللي هي قدامنا ديت، اللي بتتقطع عصير او مكعبات، هنعرف مع بعض هتتعمل ازاي. وفي نوع اسمه تاني سنارة، ونوع تاني هندي، وسكري، ومبروكة، وصديقة. الصديقة دي ممتازة عصير واكل مع بعض، وتيمور، وعويس اسماعيلاوي اللي هي دي احسن نوع للاكل، العويس الاسماعيلاوي اللي هي معايا دي. وفي منها فص، في منها عويسي فص، وفي منها الفص بتبقى صغيرة كده يعني حجم صغير خالص، وفي منها اللي هي دي. وفي تاني احنا قلنا مبروكة وصديقة والعويس الاسماعيلاوي والفونس، في نوع تاني اسمه فونس. دي كلها انواع مصري. في انواع بقى هجين اللي هي تعتبر مش مصرية، اسمها هجين او مهجنة، اللي هي المنشاوي الهندي، هايدي، ياسمينة، اورتو ده يعتبر نوع اوروبي من المانجا الاوروبية. دي انواع مش مصرية كلها. الانواع بقى اللي انت احسن انواع تعملي منها عصير، معاك الزبدية، ومعاك نوع اسمه صديقة، وكيتي، ونعومة، وفي نوع تاني اسمه كوبانية. الانواع دي احسن انواع، تبقى فيها لحم، تبقى بذرتها صغيرة وفيها لحم. نقولهم تاني انواع العصير عشان لما تيجي تشتري من السوق تشتري اي نوع من الانواع دي: الزبدية، والصديقة، والكيتي، والنعومة، والكوبانية. الانواع بقى اللي انت تاكلي منها: العويسي، والفونس، والتيمور، والسنارة، والمنشاوي الهندي. دي نوع بتبقى حلوة في الاكل. وفي نوع اسمه العويس الفص والفونس الفص، بتبقى حجمها صغير كده. كده عرفنا انواع الاكل، وكده عرفنا انواع العصير. المانجا اللي انا هنخزن منها النهارده هي المانجا الزبديه اللي هي معانا دلوقتي. انا قلت لكم ان احنا فرزناها. اولا دي هيبقى لها استخدام الناشفه، والطريه ديت لها استخدام. دي عشان برضو ايه عرفناها، دي مانجة اكل اللي هي اسمها العويس الاسماعيلاوي. شايفينها معانا، دي احسن مانجا تاكلي منها، تبقى طعمها جميل جدا وريحتها كمان. المانجا الطريه ديت هنخزنها فيها في طريقتين: ممكن تاخديها تقشريها وتقطعيها وتعبيها في اكياس، دي طريقه. بس انا بفضل الصراحه يعني اللي هي الطريقه اللي انا عاملها دلوقتي. ليه؟ المانجا طريه، عمال ما تقطعيها هتتبهدل منك فعلا. فانا بفضل اما تحطها في كيس زي ما هي كده، تعبيها في اكياس كده معايا، هتعبيها في كيس كده وتخرجي منها الهواء، تربطيها وتشيلها زي ما هي كده في الفريزر بالكيس بتاعها كده، ماشي. دي حجمها مش كبير جامد. ممكن بقى لو انت بتحبي عصير اكتر هتحطي معاها كمان واحده من الحجم الصغير ده، بس لما تكون هتحطي في كيس حطي حجم كبير عشان ما يدخلش بينهم هواء. يعني اختار مثلا اكبر حجم زي ده، ودي خليها في كيس، وهطلعي منها الهواء وتكفيها. هوريكي دلوقتي. عايزه تحطي في استرتش بقى. الاسترتش بقى لو واحده صغيره وواحده كبيره معاكي، استرتش اهو. مثلا عندك دي صغيره حجمها مش كبير، حط معاها كمان واحده صغيره.
حته الاسترتش دي ايه طالعه صغيره، حابه نجيب حته كبيره معايا. انا يا حبايبي في الاسترتش خليه مثلا لو يبقوا اتنين، واحده كبيره وواحده صغيره، عشان الاسترتش بتضمن ان هو ايه ما بيخليش هوا في داخلهم خالص. اهو كل اتنين مع بعض كده حجم متوسط. اولا هي المانجا دي بيبقى حجمها كبير، بس انا هي صراحه جيت معايا بقى صغير وجيت معايا على كبير اهي. هيبقى بالشكل ده اتنين مع بعض في استرتش، واحده كبيره خليها في كيس ماشي. زي ما قلنا ممكن تقطعيها وتحطها في اكياس وتحط معاها معلقتين سكر، بس انا بفضل انها تتشال كده لان بتطلعيها بتبقى سهله في التقطيع كده زي البطاطسايه، بتقشرها وتعملها على عصير على طول. فهنعمل الكميه دي معاكم كده. هنا يا حبايبي اهو اللي في الكيس حطيناه في الكيس اللي هي واحده الحجم الكبير والاثنين اللي هما الحجم الصغير حطيتهم في استرتش كل اتنين مع بعض. صلوا على رسول الله. هي دي احسن طريقه تطلعيها كده زي البطاطسايه، تقشريها وتقطعي وتعملي عصير على طول، احسن من اللي هي ايه انت دي زي ما قلنا لو قطعتيها كده هتتهرى منك وتتعصر وتبقى شكلها مش كويس وهتبوظ منك، هتهدري نص المانجايه او ربع المانجايه. لما تتني زي ما هي كده وتطلع من الفريزر جامده وتقشري على طول ما بتهدرش منك اي حاجه. ديت ايه الطريقه دي. هنشوف بقى الطريقه التانية اللي هي بتاعه التقطيع المكعبات، هنشوف كده مع بعض. هنا يا حبايبي المانجا اللي احنا قلنا عليها جامده شويه دي هنعملها مكعبات. هتقشريها لا اما بالقشره لا اما بالسكينه، ممكن قشره رفيعه معاكي زي كده. القشره طالعه معايا رفيعه خالص اهي، بصي اهي. هنا يا حبايبي هنقطعها كده معاكم مكعبات دي كده. دي خليها برضو ممكن تعملها تستخدمها تعملي بها عصير تشربيه في ساعتها يعني. الحته الطريه معانا متبقاش كويسه يعني. احنا بقى هنقطع المكعبات ديت ونعبيها في العلب دي وهتحطها في الفريزر بقى تستخدميها لمانجا لاي نوع من الحلويات اللي انت بتعمليها. احنا عارفين في حلويات كتير بتحتاج المانجا، لتورتايه للكلام ده كله. لو لقيتي حته طريه معاكي تشيلها تخليها تعملها عصير او تعبيها في كيس برضو وتحطيه برضو في الفريزر. اهوت يا حبايبي كده قطعت مكعبات اهي، شايفين لونها الجميل معانا اهي. هنكمل العلبه ونوريكم هنعمل فيها ايه بقى بعد كده. يا حبايبي كده احنا عرفنا ايه الانواع اللي تتعمل عصير وايه الانواع اللي احنا ناكل منها. احنا كده معانا الزبديه خزناها اهي، دي في الكياس ماشي، ودي في الاسترتش، ودي في العلب المكعبات عشان لو عملت مانجا او اي نوع من الحلويات، وديت الكياس اهي معانا اهي. دي الكياس ديت تاخديها تفضيها وتضربها على طول. دي محطوط لها نسبة سكر، هتزوديها بقى سكر وعندك كذا طريقة 1 2 3 4 اللي تريحك واللي تناسبك اعملي بيها. وعرفت الانواع اللي انت تعملها عصير وانواع اللي انت تاكليها. يا ريت تشتركوا بقى في القناة وتعملوا لايك